لو عايز تستثمر في مصر كمل الفيديو ده معايا للاخر، لان دايما المستثمر مش فارق معاه هو هيستثمر فين قد ما فارق معاه التشغيل وهيجي له كام من الايجار. 4 مشاريع في التجمع الخامس في شارع التسعين الشمالي، دول اهم 4 مشاريع من وسط المشاريع اللي موجوده داخل التجمع الخامس. النهارده شارع التسعين متر الايجار في الاداري من 1000 ل 1800 جنيه، ده في الايجار. وفي التجاري متر المحل الواحد في الايجار بيبتدي معاه من 2000 ل 3000 جنيه. يعني لو حضرتك عندك مكتب 50 متر ده دخله في الشهر 60 ل 70 ألف جنيه، ولو عندك محل 50 متر دخله في الشهر من 100 ألف ل 150 ألف جنيه. طيب النهارده 4 شركات دول أقوى شركات موجودة النهارده، بتطرح مباني إدارية ومحلات تجارية وبنوك وصيدليات وشوروم عربيات موجودة في أقوى مكان في مصر كلها. المنطقة دي ما عنديش منطقة في مصر الريت بتاع الإيجار للإداري والتجاري وصل ليها زي ما المنطقة اللي بكلم حضرتك منها دلوقتي ما وصل فيها الإيجارات لأرقام كبيرة جدا. ال4 شركات الإداري والطبي فيها بتبتدي من أول 10 مليون، والمحلات بتبتدي من أول 20 مليون. يا بنقسطهم 5% و7 سنين، يا 10% و5 سنين، يا 5% و10 سنين. ده مشروع من وسط ال4 مشاريع، مشروع ميدلين ده بيتبني دلوقتي وعندي استلامات فيه هتبقى 2 أو 4 سنين. يقدر العميل إنه يستثمر في مكان. أنا بقول لحضرتك أهو تعالى حط فلوسك هنا لو بتستثمر في مصر. هنشرح لحضرتك الفرق ما بين ال4 مشروعات، وإن شاء الله نكون دايما عند حسن ظن العميل، ودايما نقدم خدمة هي الأفضل من وسط شركات التسويق، ودايما ما نقولش غير الكلام الصادق سواء في الفيديو اللي حضرتك بتشوفه لإسلام الشاعر أو لما بنتعامل مع بعض. إن شاء الله نكون دايما عند حسن ظن. شكرا جدا لك.